والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهارده يا جماعة على ألوان السلالة. هذا أبو معتز السلالة اللي عندك دي كده. هنتكلم على أنواع السلالة وألوانها. في ناس بتكلمني بتقول لي أنت ما عندكش لون واحد ولا اتنين ولا تلاتة وكلام من ده. حبيت بس أوريك الألوان اللي هي مختلفة عن الأرانب العادية اللي إحنا عارفينها، الأرنب الأبيض، الأرنب البابيون، البابيون الشنشيلا، البابيون اللي هو الفلندر، البابيون اللي هو البلجيكي، الالوان اللي احنا عارفينها دي. اوريك شويه الوان مختلفه لسه طالعه من شغل اللحم. طيب هل ينفع اي لون مثلا قبل ما نتكلم عن اي لون كده يطلع عندي غريب اخده واطلع منه سلاله وكلام من ده؟ هي القصه مش قصه اي لون يطلع عندك خلاص. القصه اللي انا ممكن اطلع لون شكله حلو وافرح بيه بس ما فيهوش صفه وراثيه، ما فيهوش تحويل، ما فيهوش مناعه، ما فيهوش الكلام ده كله. ما تبقاش حنينه ولا بترضع ولا بتحول معاك تحويل عالي. هدفنا في المشروع ان الارانب عامه هو اللحم، اللي انا هجيب ارنب يديني رضاعه ويديني لحم ويديني الكلام ده كله. طيب معنى كده ان انا مثلا اي لون يطلع ما اخدهوش؟ يعني لو لون حلو كده عاجبني ما اخدهوش، اخده بس في حاله واحده، اخده شغال عندي سلاله لو هو من ام كويسه، ماشي، ام رقم واحد في الشغل، ام رضاعتها كويسه، خصوبتها كويسه، اللهم صل على سيدنا محمد، بتاكل كويس، بتدي تحويل كويس، بتدي لبن للخلفه الصغيره كويس. اخد مثلا من الام ده اي لون. وحتى لما اخد منها مش معنى اللي هي فيها الصفات الحلوه دي، برضه بفهم الناس المبتدئه. يا جماعه معلش انا بكلم الناس المبتدئين اللي فاهمين، يا عم انت فاهم و100 100 هيك، لان انا بشوف كده ايه قطع. معلش يا جماعه الفيديو قطع واحنا بنكمل كلامنا، نكمل عادي. يبقى انا هعمل السلاله دي كده هنا، ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا زي ما احنا قلنا المعنى اللي انا كنت لسه قايل لك من شويه، اللي يعني الام كويسه وفيها الصفات كلها كويسه، اخد منها اي لون وخلاص. اي لون يعجبني. طب انت عجبك لون، تمسك اللون دي الاول تشوف مواصفاته الخارجيه، البنيان بتاع الجسد بتاعه، بنيان جسم الام، ماشي، الهيكل بتاعها، هل في كتل عضليه، هل الام عريضه من ورا، الام طويله معاك، ماشي، الام صحتها حلوه كده وبتتنطط في ايدك، الام دي ساعتها كده ما عندهاش برد، ما كدهاش دور برد، كويسه، ناخد بقى من الخلفه دي. يبقى انا كده ايه، قلت الام كويسه و100 100 وصلنا 10 10. نيجي بقى على البتاع دي، المواصفات اللي انا قلتها دي، طويل الارنب، ماشي، في ظهر محمل، الارنب عريض من ورا، الارنب واقف كده واقفه كده، يعني تحس ان هو واقف وقفه كده شرسه كده، ارنب رافع طوله كده وشدت حيله. ناخد بقى من الارنب دي تبقى صحتها كويسه، لونها حلو. تعمل ايه بقى اللون دي؟ اللون دي بقى يبتدي يجيب لك الوان ثانيه، الوان مختلفه، ماشي، فيها صفه جديده. هنا نبتدي اللي انا ايه، اللي انا كده بنهجن تهجين صح، اللي انا باخد ام لون مختلف ديت بمواصفات حلوه تجيب لي الوان حلوه. الناس ممكن تكون شايفه في الكاميرا ان الارنب دي اسود، جرب كده ابو معتز، الارنب دي مش سودا. لو سودا انا مش هنجيبها لك، السودا ايه، ارنب معروف يعني. دي مش ارنب اسود، دي مش اسود خالص، دي ما تعرفش لونه ولا بني، هو لونه غريب كده، ماشي. اللون ده لون غريب، ماشي. اللون ده السيامي، دي معروف، دي طبعا السيامي دي، ماشي. اللون دي شنشيله، بس شوف الشنشيله بتاعه ابو معتز عامل ازاي، ازرق. شوف بقى الشنشيله دي بقى، يعني مثلا الشنشيله دي شنشيله احمر عينه حمر، دي برضو حاجات من الشنشيله اللي هي النوادر اللي بتبقى احمر، الارنب ذات نفسه احمر وعينه حمر. واحده كمان منها اهي، واحد فين؟ ايوه قدامها اهي، برضو شنشيله عينها حمراء، ماشي. الارنب ده ما تعرفش لونه ايه. في ناس من اللي هي بقى متابع السلاله اللي هي السلاله الاجنبيه والكلام دي يعرف اللون ده ايه. يعني في ناس متابعه السلاله الاجنبيه، انا ماليش دعوه بيها، انا الشغل شغل محلي، ارنب محلي، ارنب يديني تحويل لحم، يديني خصوبه، يمشي مع الجو بتاع مصر ويمشي مع البيئه بتاعتنا، وارنب يكسبني. انا مش هدور ورا الارنب الاجنبيه ولون ايه ومش لون ايه. اللي مخليني مطلع دي اللي انا شايفه كويس، شايف فيه كتل عضليه، شايف اللي هو ارنب من ام جيده وهو طالع ارنب جيد، يبقى ناخده، مش هيخسرني. صح ابو معتز؟ تمام. مش هيخسرني ليه؟ لان الام كويسه وهو طالع بصفه كويسه، يبقى ما فيش مشكله لما ناخد لون زي ده. احنا بنتكلم الناس اللي هي لسه شايفه، لسه مبتدئه، ما تفرحش باللون الجديد اللي طالع عندك وتاخده وخلاص. يعني مثلا ما تجيش على ام عدمانه صفه الخصوبه فيها وعدمانه في التحويل
وعدمانه في الرضاعه، ولقيت جايبه لك ارنب اللون دي، يا نهار ابيض. اللون ده اول مره يطلع عندي، تيجي ماسك فيه بايدك واسنانك، ولا ياكلك عيش ولا ياكلك اي حاجه، لانه يطلع فيه نفس الصفه بتاعت الام. ماشي. وممكن يجي فلته معاك ويطلع حلو، بس الاغلبيه احنا بناخد الام عشان ما نقعدش ناكل 5 شهور ويطلع عندي ارنب تعبان. هذه دي قصه. هيطلع عندك ارنب شنشيل عينه حمراء من ام عدمانه برضه ما تاخدهوش. نفس القصه على كل الالوان دي، على اللون دي وعلى اللون دي. طب بص مثلا الحته دي الحلوين ده ها، بص انا بعمل ازاي؟ زغاليل صغيره. ارنب ايه دي؟ هو لونه هيطلع زي الالوان الارانب اللي على فكره. ده طب هو لونه ده ابو معتز. ايوه صح؟ بس لسه صغير. هو يطلع زي ده. هو عشان يقدر. انا بعت ياما ارانب والله. احنا بعنا ارانب ياما باللون دي. يعني الارانب ده ما طلعناش قبل كده من نفسنا، ليه؟ من ضغط من ضغط السلاله علينا. يعني في سحب في السلاله ماشي. في هنا ما بيخليناش ان احنا نعرفوا ناخدوا الوان من الحلوه دي. والله احنا نفسنا في الالوان ده ناخده. والله انا واحد من الناس نفسي ناخد حته من دول، بس المشكله ضغط السلاله. يعني لما نيجي عندنا احنا بس، طب والله العظيم انا مره طلعت شويه الوان لي كانوا احسن من دي، والوان ايه عجبتنا. بص بسم الله ما شاء الله، كانت الوان جميله، الوان تحس الارنب كده بيبرد معاك وبيلم معاك كده، تحس بقى حته الماظ ولا حته ذهب في ايدك. والله العظيم والله العظيم جه واحد طلب طلبيه واقسم بالله ما استخسرتوه فيه، والله اديتهم له. والله الارانب اللي كنت نفسي فيها دي اديناهم له، وكان ارنب تشوف الخف رجلي بتاعه ابو معتز عريض عامل كده. يعني انا كنت بشوف خف رجليه عامل كده. يعني بص انا بص فاتح لما يفتح رجليه، واخد بالك؟ ارنب بسم الله ما شاء الله. حاجه يعني ارنب عسل والله عسل. سرح. بص هما الحتتين دول هم اللي عاملين حاسس ان هم ميداليه كده في وسط الشغل ده. اللون ده بقى نفسي نعرف اللون ده ايه بجد والله. اللون ده ايه؟ في ناس هتقول لك اللون ده بني، والله ما بني. انت ممكن تكون شايفه في التليفون بني. الارانب ده يا جماعه لما تشوفه على الحقيقه وعلى وقدامك هتلاقي اللهم صل على سيدنا محمد لونها مختلف خالص عن ما بتظهر في التليفون ابو معتز. تمام. يعني انا بشوف دوت عندك في التليفون بحس ان هو لونه غير اللون دي. بس احنا عايزين ناكد برضه على فكره، الفكره مش فكره الوان، يعني احنا عايزين ناكد برضه ايه، لان برضه في ناس كتير بتيجي تقول لك انا عايز لون كذا وعايز لون كذا ومش عارف ايه، فاحنا عايزين برضه نوصل الفكره صح. مش لون. بص يا باشا احنا اي حد الحمد لله بيجي ياخد مننا او بنبعت له الشحن، احنا ممكن ما نكونش مصور الناس. انا والله العظيم مطلع النهارده سلاله، يعني مطلع النهارده سلاله الناس، والله العظيم ما صورت معاهم. تمام. ومن يومين 3 كده الاسبوع اللي فات ده اهو ماشي، اخر الاسبوع ده مطلعين لكام ابو معتز؟ كانوا 2 كانوا 2 صح؟ 2 مختلفين، مش 2 مع بعض، يعني 2 مختلفين. واحد فيهم واخد كميه ماشي زي 10 امهات وذكرين، واحد تاني كان واخد 4 امهات باين وذكر. والله العظيم ما بنصور حد، والشغل اللي بيروح القاهره دي باستمرار ما بنصور حد. احنا لو ننتبه للتصوير هنصور ياما، لان الناس معلش للاسف بتجري ورا اللي بيصور، ورا اللي بيعمل، ورا اللي بيقعد يتنطط شمال ويمين. الحكايه مش حكايه تصوير. ما انا عندي قناه وعندي صفحه وعندي الكلام ده كله، بس انا وعندي فيديوهات ياما مصورها، بس ما فيش وقت ننزل. ادي قصه. القصه الثانيه يعني ايه؟ يعني مش مركز في السلاله اللي بتطلع للناس اكتر، يعني مركز في السلاله اللي بتطلع للناس اكتر عشان عايز يطلع حاجه حلوه للناس. فين الميداليه الثانيه اللي كانت هنا دي؟ وسط الشغل لما حد ياكل ولا حاجه. القصه في كده الارنب ده مش ابيض. الناس اللي تشوفها يقول لك الارنب ده ابيض في البتاع. الارنب دي تلجي. ده شاي لونه يا معلم. عرفت والله دي لونه ايه. بص دي تلجي. ايوه انا افتكرت واحد كان عارضه ماشي وكان بيقول لك الارنب دي لونه مش هو ليه اسم شاي بلبن. لا ليه اسم بس بيقولوا عليه اللون بتاعه لون تلجي. ايوه افتكرت ان لونه تلجي. دي بص ابيض ومدي اللي يشوف يقول ابيض، بس هو ابيض كده بحاجه كده بيقولوا عليه تلجي ولا مش عارف بيقولوا عليه. هي قصه زي ما احنا قلنا يا جماعه، الصفه بتاعه الام، والصفه اللي الارنب بيتورثها من الام. لو طلع لك ارنب لونه اخضر، شوف انا بقول لك ايه، ارنب لونه اخضر، ما فيش لون ارنب طلع اخضر قبل كده عشان بس محدش يصدق. مفيش ارنب اخضر، بس طلع لك الارنب اخضر هو نادر خالص، بس لقيت فيه مواصفات تعبانه ارميه لانه مش هيفيدك. هي قصه اطلع لون وصفه كويسه بس. انا بقى نفسي نعرف ده لون امه هنا. لا بس بسم الله ما شاء الله، هو لون التعبه عاجبني فيه.
ده عاجبني في إيه؟ بن محروق. ها؟ مش بن حكايه محروق. اللون وبتاع دي، انا بشيله كده بحس ان انا شايل طوبه. انت فاهم ازاي؟ حاجه كده والارنب صغير بس تقيل، وتمسكه كده تحس ان هو يعني ده. فيه حاجه كده مزلطه في ايدك كده، ارنب كده بسم الله ما شاء الله. حبينا بس نفيدوا الناس، واستنونا في فيديو جديد هنتكلم على المشروع موضوع الجرب، وازاي تعالج الارنب ازاي من الجرب، والوقايه منه، وهو بيجي من ايه الجرب دي، وعلاجه سهل خالص بعيد عن الخلطات اللي انتوا بتشوفوها اللي بيقول لك زيت وسخ وزيت اكل وملح وخل والكلام ده. لا، هو الجرب معروف، اي حد بيعالجه حاجتين اتنين وهقول لك عليهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.